السلام عليكم يا جماعة الرعب والغموض. في الحلقة اللي فاتت خلينا يوسف واقف مصدوم في سور الأزبكية ملي عرف باللي العم صبحي مول الكشك اللي باع عليه المخطوطة ب10 دراهم ميت هذه 17 عام. يوسف رجع لدارو وهو كيحس بالدنيا كتدور به. واش هاد الشي حقيقة؟ واش شرا كتاب من عالم آخر؟ ولكن يوسف ما كانش عارف بلي هذيك الصدمة كانت غير تسخينات. اللعنة اللي في الكتاب ما بقاتش محصورة هي في الورق، اللعنة بدات كتسرب الحياة الواقعية وغتجر معاه أقرب الناس ليه. اليوم غنمشيو مع يوسف خطواته باش يكتشف السر، غندخلو لبيوت غريبة، غنسمعو تحذيرات مرعبة، وغنعيشو كابوس واحد حلموا به 6 الناس في دقة واحدة. إلا كنتم مستعدين تكملوا الرحلة زيرو السنطة، طفيو الضوء وديروا لي زيكوتور وجدوا راسكم، الحلقة الثانية بدات. الغد ليه يوسف كان في واحد الحالة يرثى لها، عينيه منفوخين بالسهر والتخمام. مشى للجامعة وتلاقى مع العشران ديالو في واحد القهوة قريبة. صحابو كانوا هما حمد صاحبو روح بروح، محمود خواف شوية، مصطفى عزيز عليه المغامرة، وحامد هاد الشخصية عقلوا عليها مزيان، هو المهرج ديال المجموعة، ديما كيضحك وما كيتيقش بالغيبيات. يوسف عاود ليهم شنو وقع عليه بالتفصيل، من الشراء ديال المخطوطة لقصة المدينة الملعونة للصدمة ديال مول الكشك الميت. رد الفعل كان متوقع، حامد طلقها بضحكة عالية لدرجة أن الناس اللي في القهوة داروا كيشوفوا فيهم، وهو يقول ليه: ويوسف واش كتضحك علينا؟ قال لك شريت من عند ميت، وقيل داك الحشيش اللي في سور الأزبكية مجهد شوية. يوسف تعصب قال ليه: أنا ما كنضحكش، هاد الشي وقع بصح. حمد اللي كان كيعرف يوسف مزيان وكيعرفو ما كيكذبش شاف فيه بجدية وقال: شوف يا يوسف، أنا تيقتك، وهاد الشي كيفكرني بواحد السيد خالي عماد. حمد بدا كيعاود ليهم على خالو. خالي عماد إنسان غريب منعزل على العائلة، ساكن بوحدو في واحد الفيلا قديمة في منطقة الهرم. حياته كاملة دوزها وسط الكتب القديمة والمخطوطات، وكيقولوا عليه باللي كيبحث في علم الروحانيات والسحر. يوسف نقز من بلاصتو وهو يقول: هو هذا خاصنا نمشيو عنده دابا نيت. حامد ومحمود ومصطفى قرروا يمشيو معاهم، منها فضول ومنها باغيين يضحكوا شوية على خرافات يوسف. الدراري تحركوا من القهوة ووصلوا لمنطقة الهرم. المنطقة كانت هادئة، والفيلا ديال عماد كانت معزولة وسط شي فيلات قدام. المنظر ديال الدار من برا كان كيعطي انطباع ديال الكآبة، الحيط مقشر، الجريدة يابسة ومهمولة، والشراج مسدودين بواحد الريدويات ثقيلة. حمد صونا في السرسار ديال الدار وتسنى شحال عاد تحل الباب. خرج ليهم عماد، راجل في الخمسينات، شعره مخبل، لابس بيجامة وفوقها بينوار طويل، وعينيه حمرين بحال إلا ما نعسش هادي سيمانة. استقبلهم ببرود ودخلهم للمكتبة ديالو. المكتبة كانت عالم آخر، الحيوط مغطيين بالكتوبة من الأرض حتى للسقف، ريحة الورق الغامل والبخور ثقيل كانت كتخنق. يوسف جبد نسخة مصورة فوتوكوبي ديال المخطوطة،
حيت خاف يدي معاه الأصلية، ومدها لعماد وهو متردد. عماد غير شاف العنوان مخطوطة بن إسحاق، يديه بدات كترعد. خطف الورق من يوسف وجبد واحد المكبرة عنده وبدا كيقرا بواحد السرعة جنونية، وعينيه كيخرجوا من بلاصتهم. فجأة عماد هز راسو وشاف في يوسف نظرة ديال الرعب حقيقي، وقال بصوت مبحوح: منين جبتي هاد المصيبة؟ يوسف عاود ليه القصة. عماد بدا كيمشي ويجي في البيت وكيتمتم: هاد المخطوطة حقيقية، هذه هي النسخة الملعونة، هاد الشيء مكتوب بالسريانية القديمة، لغة الجن. هنا كاينين أسماء ملوك، وكاين واحد الاسم كيتعاود بزاف: بنو داعات. عماد وقف قدام يوسف وقال له بصرامة: أولدي، هاد الكتاب ماشي ديال القراية، هاد الكتاب راه بوابة. اللي كتبو ما كانش باغي يعاود قصة، كان باغي يوصل رسالة أو يحرر شي حاجة. وملي جاو الدراري خارجين، عماد جرى ولد اختو احمد وخلاه يتعطل شويه، قرب ليه وهمس ليه في ودنو ووجهه صفر. قال ليه: احمد، رد بالك من صاحبك يوسف، راه متبوع. انا ملي كنت كنهضر معاه كنت كنشوف خيالات كحله واقفه وراه، 3 ديال الجنون طوال ومظلمين. صاحبك راه جاب البلا معاه. احمد تخلع وما قدرش يقول ليوسف هاد الهضره باش ما يزيدش يخلعو اكثر. كل واحد رجع لدارو. يوسف وصل عيان وراسو كيضروع، دخل لبيتو وهو يتلاح فوق الناموسيه. الساعه كانت كتشير للوحده ديال الليل. يوسف داه النعاس، وهنا بدات السينما. يوسف لقى راسو في واحد المكان عمرو شافو، صحراء واسعه، ولكن الرمله ديالها ماشي صفراء، الرمله كانت حمراء بحال الدم المتختر. السما فوق منه كانت كحله، ما فيها لا نجوم لا قمر، ولكن الدنيا كانت مضويه بضوء احمر جاي من الارض. الحراره كانت خياليه. يوسف كان كيحس بجلدو كيتشوى، وفي وسط هاد الخلا شاف منظر عمرو ينساه: عرش ضخم كبير بزاف، مصنوع من الذهب الخالص، ومنقوش عليه واحد الرموز غريبه كتشعل وتطفى بالعافيه. قدام هاد العرش كانوا 4 ديال الرجال، حالتهم كتقطع في القلب. كانوا عريانين مربوطين بسناس الغليظه من يديهم ومن رجليهم، وراكعين على ركابيهم في الرمله سخونه. فجاه يوسف سمع واحد الصوت، صوت بحال الفحيح ديال اللفعه، كيقول كلمات غريبه اللي عقل عليها كاينه في المخطوطه، اللي كتقول: هليع يا من تسمعون في وادي القرنيم، فكوا قيد ابن داعات، فكوا قيد ابن داعات. ومع هاد الكلمات بدات الحراره كتطلع. الرجال ب4 بداو كيعرقوا، ومن بعد بداو كيدوبوا. الجلد ديالهم ووجوههم بدا كيسيح بحال الشمع، اللحم كيطيح من العظام والدخان كيطلع منهم. المنظر كان بشع لواحد الدرجه كبيره، لدرجه ان يوسف بغى يغوت وما قدرش. والمصيبه ان يوسف حس براسو حتى هو كيدوب معاهم، حس بالسخونيه كتشوي ليه جلدو، والنفس تقطعات فيه. صافي هنا يوسف ايقن بانه كيموت. يوسف فاق من النعاس مخلوع، غرقان في عرقه وقلبه غيسكت. شاف في المكانه لقاها 2 ديال الليل، وهو يقول: الحمد لله كان غير حلم.
وحاول يرجع ينعس، ولكن هيهات. وصل الصباح ويوسف يلاه كيفطر. التليفون ديالو صونا، كانت صاحبته حبيبه. جاوب وهو يقول: الو، صباح الخير. حبيبه صوتها كيرجف. قالت ليه: يوسف، انا مريضه. البارح شفت واحد الحلم خايب بزاف، ما قدرتش ننساه. يوسف حس بشي حاجه ماشي هي هذيك، وهو يقول: شنو شفتي؟ حبيبه جاوباتو: شفت راسي في الصحراء، الرمله ديالها حمراء، وكان واحد الكرسي ديال الذهب، وربعه الرجال كيدوبوا قدامي، وانا كنت كنغوت وما كنسمعش صوتي. يوسف طاحت من يدو المعلقه، سكت شويه وقال ليها بصوت خفيف: حبيبه، واش فقتي مع 2 10 دقائق؟ حبيبه سكتات من الصدمه وقالت ليه: كيفاش عرفتي؟ يوسف قطع المكالمه، وفي البلاصه عيط لحمد. حمد جاوبو وهو مخلوع. قال ليه: يوسف، انا ومحمود تلاقينا دابا، بجوجنا حلمنا نفس الحلم، العرش والرجال اللي كيدوبوا. يوسف هنا تأكد القضية ولات جماعية، المخطوطة ماشي غير كتاب، المخطوطة لعنة كتاكل العقول. ومن تما قرر يجمعهم كاملين في دارو ديك الليلة باش يشوفوا شنو يديروا. وصل الليل وهو يجي حمد ومحمود مصطفى وحامد. حامد واخا حلم بالكابوس مازال كيكابر. قال ليهم: الدراري، هاد الشي راه غير ايحاء نفسي، حيت يوسف عاود لينا القصه، عقلنا الباطن صور لينا نفس الحلم، هاد الشي علمي ومعروف. يوسف تعصب من البرود ديال حامد، وقف وهو يقول ليهم: هاد الشي ماشي ايحاء نفسي، هاد الشي حقيقي، وإلا بغيتو الدليل القاطع كاين حل واحد، كل شي دار شاف فيه. يوسف كمل هضرته وقال: الليله غنطلعوا للبرطمه القديمه اللي كاينه في ليطاج الخامس، هذيك البرطمه الخاويه في العماره ديال يوسف. قال لهم: غنديو المخطوطه وغنقراو التعويذه اللي في الاخر، الا ما وقع والو دونك انا مريض وهذا الشيء تخربيق، وإلا وقعت شي حاجه هنا غنعرفوا الحقيقه. الدراري سكتوا. حامد قبل التحدي بعجرافه وهو يقول ليه: يلا سيدي، نطلعوا ونقراو هاد الشمهاروش ديالك ونشوفوا شكون اللي غيخرج لينا. مع 11 ديال الليل الدراري طلعوا للبرطمه المهجوره. الجو كان مرعب، البرطمه خاويه من الاثاث والارض مغبره وريحه الرطوبه كتحبس النفس. يوسف حط طبله صغيره في الوسط وشعل شمعه وحده، حيت الضوء كان مقطوع في البرطمه كامله. الظلال ديالهم كانت كتحرك في الحيوط بحال شي اشباح. يوسف وزع عليهم ورقه فيها القسم او التعويذه، وقال لهم: ما توقفوش القرايه، يوقع اللي بغى يوقع، خاصنا نكملوا باش نعرفوا. بداو كيقراو بصوت واحد، الصوت كان كيرجع بالصدى حيت الشقه خاويه، اصوات هامسه متداخله هكا تقول: سمامها طولام، فقد شبينه، يوهانيط، بحر اصطفار، وبيوم عمياخ. مع كل كلمه
الجو كيزيد يتقال، الريح كتصفر وخا الشراج مسدودين، الشمعة بدات كتشطح بوحدها بحال الا شي حد كينفخ عليها. محمود بدا كيخاف وبغى يحبس، ولكن حمد قرصو باش يكمل. وصلوا للجملة الحاسمة، الجملة اللي كانت مفتاح السجن، اللي كتقول: يا من تسمعون في وادي القرنين فكوا قيد ابن داعات، فكوا قيد ابن داعات. مع آخر كلمة اللي كانت بحر مخلابي. الشمعة طفات بوحدها، الظلام دامس عم المكان كامل، الدراري كاملين ساكتين، شوية كيسمعوا صوت واحد الكرسي كيتحرك وشي حد كيتنفس بصوت عالي ومخنوق. حمد قال بصوت مرعود: يوسف، شعل الضوء، شعل البريكة. يوسف كان جامد ومصطفى هو اللي كان شاد البريكة. شعل العافية، الشعلة صغيرة دورات المكان. مصطفى هز عينيه باش يشوف صحابه، شاف محمود وجهه مخلوع، شاف يوسف لقاه جامد في بلاصتو، ولكن ملي دار يشوف حامد اللي كان جالس جنبه الدم وقف ليه في العروق. حامد ما كانش حامد، كان جالس بلاصتو كائن كحل، عينيه بيضين وقرونه خارجين من راسو، فمو عريض واصل حتى لودنيه، وكيشوف مصطفى ومبتسم ابتسامة عريضة كتقطر بالشر، وكيضحك واحد الضحكة شيطانية. داك الكيان نطق بصوت ماشي بشري، صوت خشين وعميق، وهو يقول: أنا الغوال وجيت نديكم للجحيم. وهو يرجع الظلام. وهنا غتوقف الحلقة ديال اليوم. واش هاد الشي حقيقي ولا خيال؟ شكون هو هاد الغوال؟ وشنو غيوقع لهاد الشباب اللي حصلوا في بيت مظلم مع كائن من الجحيم؟ واش غيخرجوا حيين؟ وشنو غيوقع ملي غيشعل الضو مرة أخرى؟ هادشي اللي غنعرفوه في الحلقة الأخيرة ديال الجزء الأول، حلقة المجزرة. سو الدراري والدريات، إلا عجبتكم الحلقة ما تنساوش لايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم اللي عزاز عليهم قصص الخلعة، وبقاو على بال قريب الحلقة الأخيرة ديال الجزء الأول ديال هاد السلسلة. بقاو قراب وما تنعسوش في الظلام.